فيديو النهاردة عن مشروب أغلب البيوت مش بتستغنى عنه حرفيا. هو المشروب الرسمي بعد الأكل والصبح وبعد الظهر وفي أي وقت بنزهق فيه. أكيد عرفتوا طبعا أنا بتكلم عن إيه. فين الشاي يا ولاد؟ أيوة، هو مظبوط الشاي. بس السؤال هنا، هل الشاي فعلا مفيد؟ وإيه حكاية صبغة التانين اللي بنسمع عنها مؤخرا؟ وهل الشاي ليه علاقة بنقص الحديد في جسمنا؟ ولو بنخس أو بنعمل نظام غذائي نشربه ولا نمنعه؟ وإيه هو الفرق بين الشاي العادي والشاي الأخضر؟ كل ده هجاوبكم عليه في فيديو النهاردة، فخليكي معايا للآخر علشان هقولك على معلومات كتير مهمة ممكن تغير نظرتك للشاي تماما. هاتي كوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا نبدأ. هلو، للي أول مرة بيشوفني أنا آية بلال، أخصائية تغذية علاجية. عايزة أقول لكم إن الشاي ده هو المشروب المفضل بتاعي. يعني معروف إن أغلب الناس مقسومة فريقين، فريق محبين الشاي وفريق عاشقين القهوة. أنا بقى من تيم الشاي. قولولي في الكومنتس انتوا تيم الشاي ولا القهوة وبتحبوا أنهي أكتر. هسيب بقى حبي للشاي ده على جنب دلوقتي وهحكي لكم عنه كل حاجة بالظبط. في صبغة موجودة في الشاي اسمها صبغة التانين. ده مصطلح بنوصف بيه اللون الغامق جدا اللي بيظهر لما بنحط باكت الشاي في المية السخنة أو لما بنسيبه يغلي على النار لفترة طويلة. اللون ده هو مش مجرد لون، ده بيعبر عن مركبات اسمها تانينز، ودي اللي بتدي الشاي لونه وطعمه المميز. المركبات دي ليها تأثير مباشر على امتصاص الحديد من الأكل، ودي أول نقطة مهمة جدا لازم إن احنا نقف عندها. إزاي الشاي بيأثر على امتصاص الحديد؟ بصي، جسمنا بيمتص الحديد اللي بناكله من الأكل، بس امتصاصه بيختلف حسب نوع الحديد الموجود. في حديد مصدره حيواني زي اللي موجود في الكبدة واللحمة والسردين، وده الجسم بيمتصه بسهولة. وفي حديد تاني نباتي زي اللي موجود في السبانخ والبقوليات، وده بيبقى أصعب شوية في الامتصاص بتاعه. هنا بقى بيجي دور التاننز أو صبغة التانن اللي موجودة في الشاي. لما بتشربي شاي بعد الأكل على طول، التاننز دي بتمسك في الحديد اللي موجود في الأكل وبتمنع الجسم من امتصاصه، والنتيجة بتبقى نقص في مخزون الحديد على المدى الطويل، وده ممكن يوصل للأنيميا، خاصة عند البنات اللي البيريد بتاخد منهم كمية من الحديد كل شهر. تخيلي بقى ان انت ممكن يبقى عندك انيميا ومش عارفة السبب، وتيجي تقولي طيب ما انا باكل كويس، انا ليه مش بتحسن؟ وتبقى المشكلة الوحيدة اللي عندك ان انت بتشربي كوباية شاي بعد كل اكل. وده بيحصل فعلا مع ناس كتير، وبمجرد ما بيغيروا مواعيد الشاي بتاعتهم بيلاقوا فرق رهيب حصل. هيجي حد يقولي طب هل ده معناه ان احنا نمنع الشاي خالص؟ طبعا لا. الشاي ليه فوايد كتير جدا، وحرام ان احنا نحرمه من غير سبب، بس لازم نشربه بطريقة ذكية وواعية. خليني اقولك على شوية فوايد مهمة جدا للشاي. الشاي غني بمضادات الأكسدة، خاصة الشاي الأخضر، ودي بتساعد في محاربة الجذور الحرة اللي بتسبب أمراض مزمنة زي السرطان وأمراض القلب. تاني حاجة، هو بيحسن من التركيز والانتباه بسبب وجود الكافيين فيه. الشاي بيساعد على تحسين الأداء الذهني وبيخليكي مركزة أكتر. وتالت حاجة، هو بيهدي الأعصاب. في بعض أنواع الشاي زي الشاي الأخضر أو الأبيض بيحتووا على مادة اسمها الثيانين، دي بتساعد في تقليل التوتر وبتخليكي أهدى. ورقم 4، هو مفيد للهضم، خصوصا الشاي بالنعناع أو بالجنزبيل، دول بيساعدوا على تهدئة المعدة. الشاي مناسب جدا للدايت لو شربتيه من غير سكر طبعا أو بسكر دايت، ومش هيسبب أي زيادة في الوزن. طيب، إيه هي الكمية المناسبة منه؟ الشاي زي أي حاجة في الدنيا لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده. يعني الكمية المناسبة للشخص البالغ من 2 ل3 كوبايات في اليوم، ويفضل إن هم يبقوا من غير سكر أو بسكر قليل جدا، وبعيدا عن وقت الأكل بساعتين على الأقل.
لو انت بقى بتشربي 5 أو 6 كوبايات في اليوم ومعاهم سكر وبتشربيه بعد الأكل على طول، فده ممكن يسبب لك مشاكل زي نقص الحديد، اضطرابات في المعدة، صداع وأرق وصعوبة في النوم. طيب امتى الوقت المناسب اللي نشرب فيه الشاي؟ أحسن وقت تشربي فيه الشاي هو ما بين الوجبات، يعني مثلا لو فطرتي الساعة 9 ممكن تشربي كوباية شاي الساعة 11 أو 12، أو بعد الغدا بساعتين ده وقت مثالي ليه، أو قبل التمرين أو بعده بساعة لو بتلعبي رياضة الشاي ممكن يديكي طاقة خفيفة. وأهم حاجة ما يبقاش قبل النوم بساعة أو بساعتين، علشان الكافيين اللي موجود فيه ممكن يمنعك من النوم أو يعملك أرق. نيجي بقى لأنواع الشاي المختلفة. الشاي مش نوع واحد، وكل نوع منه ليه تأثيره المختلف. أول نوع عندنا الشاي الأحمر أو الأسود، ده اللي بنشربه كل يوم وبيبقى فيه نسبة كافيين وتاننز عالية. وتاني نوع هو الشاي الأخضر، ده مفيد جدا للدايت وبيحسن من الحرق والتاننز فيه أقل شوية. وتالت نوع هو الشاي الأبيض، وده أقلهم في الكافيين بس فيه مضادات أكسدة قوية. ورابع نوع هو شاي الأعشاب زي النعناع واليانسون، ده ما فيهوش كافيين ومناسب جدا لقبل النوم. طب لو انت عندك أنيميا تعملي ايه؟ ببساطة ما تشربيش شاي على طول بعد الأكل، واستني على الأقل ساعتين، وركزي في أكلك على الحاجات الغنية بالحديد وزودي فيتامين سي علشان يحسن من الامتصاص. يعني لو أكلتي عدس أو سبانخ ممكن تاكلي معاهم فلفل ألوان أو برتقان أو طماطم، ده هيزود من امتصاص الحديد في جسمك. في واحدة من البنوتات الحلوين اللي كانوا متابعين معايا كان عندها دايما دوخة وتعب، ومخزون الحديد عندها كان قليل جدا مع إنها كانت بتقولي إن هي بتاكل كويس. اكتشفنا إن هي بتشرب شاي تقيل بعد كل وجبة. غيرنا العادة دي وظبطنا الأكل أكتر، وبقت بتشرب شاي في أوقات بعيدة عن الأكل، ومع الوقت نسبة الحديد بدأت تتحسن تدريجيا وبشكل ملحوظ جدا. فخلوا بالكوا إن موضوع شرب الشاي بعد الأكل على طول ده بيفرق جدا جدا جدا. خلاصة الكلام، الشاي مش وحش خالص، بالعكس هو ليه فوايد كتيرة. أهم حاجة إن احنا نشربه بعقل وبوعي وما نأفورش فيه علشان نستفيد وما نضرش نفسنا. بلاش نشربه بعد الأكل على طول، خاصة لو بتعاني من الأنيميا. واختاري نوع الشاي المناسب ليكي وخلي السكر فيه قليل أو استبدليه بسكر دايت، أو يفضل إن هو يبقى من غير سكر خالص. لو استفدتي من الفيديو ده قوليلي في الكومنتس انتي بتشربي شاي كام مرة في اليوم وبتحبي انهي نوع اكتر. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وشير للفيديو مع اصحابك واكتر ناس انتي عارفة ان هم بيحبوا الشاي علشان الكل يستفيد. واستنيني في فيديو جديد ومعلومة جديدة.